ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الآية الأكثر شهرة يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يبقى صدق ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كل حاجة هو بيعملها في الكون. ربنا بيشوف اللي أنت ما بتشوفوش، فلما تدخل أنت وحد في علاقة أو في صداقة أو في شراكة، ربنا سبحانه وتعالى بيحط إيده معاكم، لأن ربنا قال في الحديث القدسي: أنا مع الشريكين إن لم يخونا. فربنا رقيب وشهيد على الاثنين. لما بيحصل من أي حد فيهم أي مكر أو تلاعب أو خيانة، فربنا بيبعدهم عن بعض. بعدهم عن بعض بيكون خير ليهم هما الاثنين. فممكن أنت تكون متعلق بالشخص اللي بعيد عنك ده، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاف اللي أنت ما شفتوش، واللي أنت ما شفتوش ده هو المكر. لان المكر يعني كل حاجه بتحصل من ورا ظهرك انت مش راضي عنها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيكون شايف المكر وبيحط نفسه قدام الماكر ويمكرون. هو ناسي ان فيه ربنا سبحانه وتعالى تعهد، كان شهيد عليكم ورقيب. فانك تمكر، اللي هيقف قدامك رب العزه سبحانه وتعالى، مش الانسان اللي انت عاهدته. ولما نيجي في العلاقات مثلا ونلاقي زوج وزوجة تعاهدوا مع ربنا على انهم لا يخونوا بعض ولا يغدروا ببعض ويعيشوا مع بعض بما يرضي الله، ويجي حد فيهم يغدر او يخون او يمكر، فهنا ربنا سبحانه وتعالى كان حاطط ايده في العلاقة دي. وهنشوف علاقات كتير قوي قعدت سنين كتيرة. العلاقات دي مادام قعدت السنين دي كلها واستمرت، يبقى ما كانش فيها اي خيانة واي غدر ولا اي مشاكل. المشاكل الزوجية اتعملت عشان نتجاوزها، مش عشان نقف عندها. انما الغدر والخيانة هنا ربنا سبحانه وتعالى بيشيل ايده. هو كان حاطط ايده في العلاقة دي بالود والرحمة والمغفرة، انما لما حصل المكر والخيانة ربنا شال ايده. فلما ربنا بيشيل ايده بتكتر بقى المشاحنات والنكد والزعل والخصام، وممكن توصل للمعارك احيانا. ولكن ربنا بيبقى رحيم على حد من الاتنين، حد كان متمسك بالعهد اللي عهده مع ربنا. فلما تيجي تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعدك عن شخص، اعرف ان في حكمة ربنا، بس لازم تكون متأكد انك انت كنت امين في العلاقة وكنت وفي، ولا مكرت ولا خنت ولا غدرت بس. وفوض امرك لرب العزة. رب العزة كفيل بقى ان هو يرد لك كل مظلمة ليك في الدنيا وقدام عينيك. العلاقات هي توافق، بلاش يكون توافق في الاول واختلاف بعد كده. فلما تيجي تدخل مع حد في علاقة زواج مثلا، بيبقى الزواج قبول وإشهار. فإذا كان القبول كان موجود في الأول، فخلينا نتقبل بعض بعد كده، ولكن بلاش تلبس قناع القبول في الأول وتيجي في الآخر تقول أنا ما بقاش عندي قبول. لأن القبول كان عندك في الأول عشان مصلحتك زي إخوات سيدنا يوسف كده، ما قالوا: فارسل معنا أخانا غدا. لما كان ليهم مصلحة إنهم يتخلصوا من سيدنا يوسف قالوا أخانا، وبعد كده قالوا إيه؟ إن ابنك سرق. لما كانوا ليهم مصلحة قالوا أخانا، ولما كان في مشكلة قالوا ابنك. فبلاش نكون ناس بتاعت مصلحتنا وبس، لأن ده فعلا جهل بالأمور وجهل مؤقت. لأن ربنا عليم بكل شيء وقادر يرجع لكل مظلوم مظلمته، واللي بياخد حاجة مش حقه ربنا بيسلب منه كل حقوقه. وبس كده يا غالي، أشوفك بكل خير.